ما هو النظام الغذائي عند طيور الباجي؟ اشنو هما الحوايج اللي خاصنا نعطيه واشنو هما الحوايج اللي محرمين عليه، يعني كيؤديو للوفاة ديالو. الكثير من المربين في بداية الامر ديالهم ما تيعيروش واحد اهتمام للنظام الغذائي، كيعتقد ربما انه مجرد مضيعة الوقت، ولكن هادشي اللي كيخليه انه يصادف العديد من المشاكل مع الطائر ديالو. وإلا ما عندكش الوقت بلا ما تفرج في هذا الفيديو او ريجستري حتى من بعد وتفرج فيه، لان المساله كتطلب منك تدوين بعض الملاحظات او تدوين النظام الغذائي للطائر. باش نتعرفوا على هادشي كامل بعد الانترو، على بركه الله. السلام عليكم. ملي ما كتكونش داير واحد النظام غذائي كون متاكد انك غتعرض للعديد من المشاكل مع هاد الطائر ديالك، مثلا في فتره غيار الريش اولا البداله. ملي ما كنكونوش دايرين واحد النظام غذائي فراحنا ما كنساعدوش الطائر ديالنا انه يخرج منها بسرعه وبسلام دون مشاكل، لان بعض الطيور كيبقى يغير الريش ديالو على طول السنه، وغيار الريش فراه هو كيستهلك واحد الطاقه اللي هي كبيره. ثاني حاجه الاخوان هي عدم خصوبه البيض، يعني معظم البيض ما كيكونش مخصب، لان الطائر ما كيكونش انه خدا واحد الفيتامينات اللي كتكون في هذا النظام الغذائي اللي كيحولها هو الى هرمونات اللي كتحفزو على التزاوج وعلى تلقيح البيض. بالاضافه الى قله المناعه كتكون عند الطائر طايحه، يعني اقل حاجه كتاثر على الطائر تقدر تسبب الوفاه ديالو لا قدر الله. نزيدك هذه المعلومه، من المشاكل ديال سوء التغذيه هو واخا يكون عندك واحد البيض اللي مخصب فراه معظم هذا البيض ما كيفقش بسبب موت الزغاليل داخل البيضه، وهادشي كيكون ناتج على الابوين، لان ديك الزغاليل ما عندهاش واحد القوه باش تهرس هذيك القشره وتخرج. وحتى الا فقس هذا البيض هذا فراه غتلقى مشاكل مع الزغاليل في بدايه الاسبوع الاول بسبب العديد من الامراض، لان الطيور ما عندهاش واحد المناعه، وهادشي ايضا ناتج من الابوين. خمول الطائر ايضا كيكون ناتج عن عدم اعطائك للطائر غذاء مناسب اللي كيكون كيحتوي على الفيتامينات والبروتينات اللي كيحولها هو الطاقه وكيحاول انه يتحرك بها داخل القفص. فإلا بغيت استمرارية الطائر معك في الحياة وتستافد منه فراه من المهم وضروري أنك تستعمل واحد النظام غذائي وكامل وشامل. من المميزات ديال النظام الغذائي أن الطائر ديالك كيتوفر على واحد الريش اللي هو زوين ولامع، بالإضافة ملي كيوصل لمرحلة غيار الريش كيمر من هذا الزرباق وبسلام وبدون مشاكل، وبالإضافة إلى البيض اللي كيكون كامل مخصب، لأنه خدا واحد الفيتامينات وخدا واحد المحفزات من الأكل أولا من داك النظام الغذائي. كنطلب منك دابا انك تحضر واحد الورقه وقلم او افتح النوت على التليفون ودون هذا النظام الغذائي الاسبوعي. جدول غذاء الباجي: يوم السبت خلطة الحبوب والبيض المسلوق بالقشور. يوم الأحد خلطة الحبوب والخضار أو الجرجير. يوم الاثنين خلطة الحبوب قمح منقوع أو مستنبت. يوم الثلاثاء خلطة الحبوب والبيض بالقشور. يوم الأربعاء خلطة الحبوب والفواكه التفاح أو البرتقال. يوم الخميس خلطة الحبوب فقط. وبالنسبة ليوم الجمعة خلطة الحبوب والخضر جزر أو فلفل. ملاحظة الإخوان، بغيتكم تحلوا معايا الودينات مزيان. إلا كان الطائر ديالك ما معتادش على هذا الأكل اللي في هذا النظام الغذائي فحاول أنك تدخلو تدريجي. إلا مشيتي تدخلتيه ديريكت أو لا مباشرة فيقدر الطائر ديالك يتصاب بعض الأمراض، لأن الماكله اللي كانت ياكل قبل ماشي هي اللي غتدخل عليه دابا. الا دخلتيها فجاه فغتوقع واحد الاختلالات في المعي ديالو ويقدر يتصاب بعض الامراض لا قدر الله. فمن الافضل ومن الاحسن انك تقدمها تدريجيا، وبالاضافه الى تقدمها بكميه قليله قل ما امكن. يعني اللي مهم هو نعطيو الطائر، ولكن اللي خطر هو خاصنا ما نعطيوش بكميه اكبر، ديما نعطيو اقل ما يمكن باش نتفاداو الامراض اللي كتكون ناتجه عن الامعاء، ونتفاداو حتى مشكل نتاع التشحيم. وبعض الاخوان اللي ما عارفش شنو هو التشحيم راه نخليك الرابط اسفل الفيديو ودخل تفرج باش تدي معاك هذه المعلومه. اما بالنسبه لعدم الصيفيه الاخوان فراه هو خاصو يكون بصفه مستمره داخل القفص،
الحوايج اللي ممنوعين علينا اننا نعطيوهم الطيور الباجي واللي كتسبب لهم في التسمم او في الوفاة او في المرض لا قدر الله. الاجزاء من الطماطم الخضراء، اوراق الطماطم، اجزاء من البطاطس الخضراء، فاكهة الافوكادو، شامبينيون، بالاضافة الى حبوب التفاح. وما تنساش ايضا الخضار والفواكه اللي كتكون مرشوشه بادويه ديال مبيد الحشرات، راه هي كتصبح سامه بالنسبه للطيور، يعني غسلها جيدا من ثم استعملها وقدمها للطائر بالصحه والراحه. اخواني الا عجبتكم الحلقه ما تنساش التشجيع ديالي بزر الاعجاب، اي استفسار تساؤل صندوق التعاليق وغنكون سعيد بالاجابه عليه. اما الا كنت على القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل خاصيه الجرس باش يوصلك اي جديد نتاع القناه. اما بالنسبه للفيسبوك بطبيعه الحال ما تنساش ايضا المتابعه، ودمتم سالمين.